بسم الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعدها. قناة جزائرية راح نقدم لكم اليوم الصابلي الجزائري، ال- الحلوى التقليدية اللي ما نقدروش نستغناو عليها كجزائريين، خاصة في الأعياد والمناسبات. الطري وهشيش ومعسل للقلب. هنا عندي الحشوة تاع هاد الصابلي نحضروا في كسرونة. عندي نص كيلو سكر كريستاليزي أي السكر العادي، وعندي نص كيلة أو نص كاس من حليب البودرة اللحظة، وعندي نص كيلة من حليب العادي. هنا نروح نحركوا المكونات على نار هادئة، نحركوا المكونات كلها حتى تذوب مدة 5 دقائق، ثم نضيفوا لها 2 كؤوس من نواة كوكو. هنا راني ضفت 2 كؤوس من نواة كوكو، نحرك ونعاود نرجعها إلى النار على نار هادئة دائما مدة 5 دقائق حتى نحسوا لها بدات تنشف لنا. لما تنشف هذيك نواة كوكو أو المكونات هذوما، هنا راهي واجدة. نحيوها من النار ونحطوها على جنب. هنا عندي في غيسيبيون نحضروا العجينة ديالنا. عندي حبة كاملة من البيض وصفار بيضاء، عندي نص كيلة من السكر الناعم. نغربلو السكر الناعم ديالنا، قلنا نص كيلة أو نص كاس. هنا عندي نص كيلة من الزيت أو نص كاس من الزيت، عندي قرصة ملح، عندي ملعقة كبيرة من مبشور الليمون أو البرتقال، عندي ملعقة صغيرة من لافاني، وعندي 2 ملاعق كبار من النشا أو المايزينا. نحركو هكا باش تندمج هذوك المكونات، نحرحدوها بيان كوم يلفو هكذا. أنا هنا حنضيف 250 غرام من الزبدة، 250 غرام من الزبدة. نحرك المكونات هكا. أنا حطيتها فوق الشوفاج، اللي عندها شوفاج تحطها فوق الشوفاج هكا باش تذوب ليه الزبدة ديالنا وتساعدنا في الخدمة. هنا جبت الفارينة ديالي وضفت ملعقة صغيرة بومبي من خميرة الحلويات أي نوارة، ونبداو نضيفوا الفارينة تدريجيا بالعقل هكذا حتى نتحصلوا على عجينة تكون أطرية وسهلة الاستعمال كما راكم تشوفوا هنا هكذا. بهذا القوام نتحصلوا على عجينة أطرية. نعاودوا نخلوها ترتاح ونعاودوا نرجعوا للحشوة ديالنا تاع الصابلي، ونضيفوا لها هنا عطر الليمون. نبقاو نضيفوا لها عطر الليمون هكا حوالي 2 إلى 4 قطرات من عطر الليمون. نجيب العجينة ديالي، عجينة الصابلي طبعا، ونبداو نحلو فيها على كيس بلاستيكي، ونبداو نطبعو بهاد المخبيات هدايا، هذا الطابع. وهنا العجينة ديالي أنا حليتها رقيقة، سيو حلوها رقيقة لأن رانا رايحين نفخسيوها في الوسط هكذا. ونجيبو هذا الصغير ونطبعو به كما راكم تشوفوا. خياتي طريقة سهلة وبسيطة. وشنو نصيحة، لازم تحاذروا على العجينة ديالكم لأنها بزاف طرية. راكم رايحين لو كان ما تحذروش عليها راكم رايحين تخسروا الحبات، تتشقق لكم وتفتت لكم. هنا وهي سخونة دخلتها الحلوى ديالي على درجة 160 درجة أو 170 درجة، وهكذاك سخونة درت لها من الفوق السكر الناعم. نعاود نرجع للحشوة ديالي، لقيتها نشفت نوعا ما، ضفت لها شوية من العسيلة وحبيت نطريها شوية. نجيب الصابلي ديالي ونبدأ هكا نوزع في الحشوة كما راكم تشوفوا. نحط الصابلي هكا من الفوق ونبدأ نغلق هادوك الأطراف بهذه الطريقة. وقلت لكم حاذروا عليها لو ماكسيموم لأن هاد العجينة راهي طرية بزاف هكذا. نجيبو بأطراف الأصابع ونخدمو. شوفوا الحركة اللي راني ندير فيها باش تجيكم العملية سهلة. نحاذروا عليها غير بالعقل وبشوية حتى نكملو بهذه الطريقة بالأصبع من الداخل، الأصبع هذا الطرفاني. نبداو نضغطو هكا باش
ما نفسدوش الحلوى ديالنا وما تتكسرناش بيان سور. طريقة سهلة هكذا بهذا الشكل وتخرج متحوفة وشابة. أنا راني رايحة نكمل، في نفس الوقت رحت حضرت الديكوجيل. هذا الديكوجيل عندي في كسرونة حطيت كاس من الماء وملعقة من السكر العادي وملعقة من النشاء أو المايزينا، وعلى نار هادئة نحطه فوق النار هكا مع التحريك بيان سور نتحصلوا على هذا الديكوجيل. وطبعا هنا ضفت له حوالي قطرتين أو 3 من هذا مستخلص الليمون أو لاغوم دو سيترون هذا هكذا. والآن جبت الحبة تاعي تاع الصابلي وضفت لها الديكوجيل من الفوق بوغ لا ديكوراسيون هنا باش تولي شابة كما يقول لك العين تاكل قبل الفم. وهنا تحصلنا على صابلي بزاف بنين وبزاف هشيش وطري. والبنة ما نحكي لكمش، كما قلنا البنة تتكلم. جربوا الوصفة وما راكمش راحين تندموا. واشتركوا في القناة إذا أعجبكم الفيديو. سلام.